عاجلة. نادي نهضة بركان يزلزل الأندية المغربية بقرار ضم حكيم زياش بصفقة خيالية. في خطوة جريئة وغير مسبوقة، أعلن نادي نهضة بركان عن تقديمه عرضا تعاقديا مذهلا للنجم الدولي المغربي حكيم زياش يصل إلى قرابة 2,000,000 يورو لموسم ونصف كروي. هذا العرض الذي يعتبر الأغلى في تاريخ البطولة الاحترافية المغربية يعكس طموح النادي البركاني في تعزيز صفوفه بأحد أبرز المواهب المغربية العالمية وسط حلم نهضة بركان للعودة إلى القمة الكروية المغربية والقارية. طموح نهضة بركان يلتقي بعودة حكيم زياش المنتظرة. يأتي هذا العرض في وقت يشهد فيه النادي نهضة بركان الذي يعرف بالأخضر تحولا جذريا في سياسته الاستثمارية، وأيضا حكيم زياش الذي يعيش وضعا حرا في هذا الموسم. وبعد فوز نهضة بركان بلقب أفضل نادي مغربي في عام 2025 وتحقيقه إنجازا قاريا ملحوظا في كأس الاتحاد الإفريقي، يسعى الرئيس التنفيذي للنادي إلى بناء فريق ينافس على اللقب المحلي ويمثل المغرب بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا. حكيم زياش البالغ من العمر 32 عاما الذي أنهى مسيرته مع نادي الطحيلة القطري في يوليو الماضي بعد فسخ عقده يجعله الآن خيارا حرا ومطروحا لجميع الأندية في العالم. اللاعب الذي تألق مع نادي أياكس أمستردام الهولندي وتشيلسي الإنجليزي حيث ساهم في فوز بدوري أبطال أوروبا 2021 ومع المنتخب المغربي في إنجاز نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، يبحث عن عودة إلى الجذور المغربية بعد تجارب أوروبية آسيوية مليئة بالتحديات. لكن هل ينجح فريق نهضة بركان في خطف حكيم زياش أم أن اللاعب له رأي آخر؟ الأيام القليلة ستكشف لنا التفاصيل.